إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة ليلة أمس الخميس ب30 سجنا نافذا في حق شاب تورط في قتل شابة عشرينية داخل مصنع متخصص في النسيج بمنطقة ضواحي مدينة طنجة. وقررت هيئة الحكم متابعة الجاني البالغ من العمر 19 سنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما أنهى حياة زميلته بالعمل ب3 طعنات قاتلة على مستوى البطن والصدر. وفي تفاصيل المحاكمة، فقد صرح القاتل خلال جلسة استنطاق أمام المحكمة أنه كان يعشق الهالكة منذ أيام دراستهما معا بأحد الأقسام التعليمية بالمستوى الإعدادي، إلا أنها رفضت الارتباط به، وهو الأمر الذي دفعه إلى الدخول في مرحلة الاكتئاب الحاد والتفكير في الانتحار. وأضاف في جواب على أسئلة قاضي الجلسة أنه يوم ارتكاب الجريمة حمل معه سكينا من داخل مطبخ منزل أسرته واتجه للعمل بشكل عادي قبل أن ينجح في التسلل إلى داخل مقر عمله بالمصنع المذكور، واتجه بشكل مباشر نحو الضحية وقام بطعنها بطريقة وحشية لتفارق الحياة بعين المكان. وحاول المتهم خلال جلسة المحاكمة ربط ارتكاب جريمته بمعاناة من خلل عقلي، وهو الأمر الذي لم تقتنع به هيئة المحكمة ليتم الحكم عليه بالمنسوب إليه طبقا للمادة 392 من القانون الجنائي. شكرا على المتابعة.